بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا بنصور على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في مدخل سنبل في فيلا تكاد تكون قصر. مسطح الدور حوالي 500 متر يزيد ما يقلش. مساحة الأرض الإجمالية 2 فدان على الورق، 2 فدان وربع على الطبيعة، يعني تقريبا فيها خفية ربع فدان. طيب، مصدر الكهرباء محول بس شرك ومغطي. مصدر المية مصدرين، مصدر البير وده بيروي بيه الزرع، البير في طريقه للتجديد وهيتنقل في مكان احسن يجيب ملوحة احسن. المصدر التاني بغاية البير بس فيه محطة تحلية خاصة بالفيلا او القصر. طيب، ادي المدخل اهو. يبعد عن المكان، بيبعد عن طريق مصر اسكندرية الصحراوي من دخلة سنبل اللي هي جنب مطار سفنكس حوالي 6 كيلو. 6 كيلو اسفلت، فيما عدا حوالي نص كيلو اللي هو مدق او مدق واسع، يعني اللي هو ده تقريبا. طيب، ده المدخل الاساسي بتاع المكان. هنبص على اليمين هنا هنلاقي في استراحة للأمن وخزان مية 1000 متر. تمام. طيب، ده مكان يشيل حوالي 8 9 عربيات، 10 عربيات، وده جراج بيشيل عربيتين لأنه باكيتين. هي دي الفيلا أو القصر اللي احنا بنصور فيه. هنخش نصور الأول من جوه وبعد كده نصور الأرض. الواجهة 36 متر، في العمق 233 متر. معظم الزراعات اللي فيه مانجا والباقي أشجار موالح لخدمة البيت. ادي اهو الأرض على مستويين، مستوى تبة عالية عليها الفيلا والمستوى التاني تنزل له وده مكان للزراعات. ده طبعا تجعيبة. العنب ده شغال تكعيبة عنب عادي، ده عنب تكعيبة للبيت، ودي شجرة رمان، يعني شجر بنطور كده موالح وحاجة لخدمة البيت. حتى تكعيبة العنب في البيت. انما الزراعة الأساسية في المكان هي المانجا. المكان طبعا أصحابه مقيمين فيه، حاجة أمان جدا. بينها وبين أكتوبر حوالي تلت ساعة أو نص ساعة بالكتير. بينها وبين هايبر حوالي 2-3 كيلو، لا 6 كيلو زائد 2-3 كيلو كمان. ده مدخل الفيلا. طيب، ده زي تراس كده حوالين الفيلا. طيب، الدور الأرضي اللي احنا داخلين عليه ده، الدور الأرضي اللي احنا داخلين عليه ده طيب، الدور الأرضي اهو عبارة عن ريسبشن كبير، ريسبشن شايل ادي قطعة 2، ادي 3 كده، 4 كده، دي سفرة غرفة طعام كده، 5. يبقى هنجيب الريسبشن اهو من بعيد. الفيلا نظام ستيل ولذلك الإضاءة تلاقيها هادية كده، هي ماشية مع الفيلا. ده المطبخ الأمريكاني بيخدم السفرة. التقسيمة ممتازة وفي منتهى الشياكة. تمام اهو. هنخش كده اهو. طيب، ادي الريسبشن، دي اطلالة على البسين. البسين شكله مساحته كبيرة ما شاء الله، الله اكبر. وده التراس برضو على البسين.
طيب دي غرفة من ضمن الايه؟ يعني هو جناح ولا ايه؟ دي أوضة مكتب. مش احنا قلنا في الدور الأرضي فيه في 3 اوض. ها؟ 3 ماستر. 3 ماستر. دي ماستر. دي ماستر بس انا عاملها مكتب. تمام. دي غرفة مكتب هي ماستر اهو، وده تويلت الخاص بيها. تشطيب ممتاز رخام اهو، وادي الشاور بتاعي. ادي اول غرفة في الدور الاول اهي. طيب نخرج كده على الريسبشن تاني اهو. ادي دي تاني غرفة. مخزن. ده مخزن، ده حمام الضيوف، تواليت الضيوف اهو. ده المطبخ الامريكي بتجهيزاته كاملة. اطلالة برضو على المدخل الاساسي اللي بيخدم، ده المطبخ اللي بيخدم على السفرة. هنخش هنا الجناح اللي فيه غرفتين تانيين. ادي غرفة ما شاء الله الله اكبر عليها كبيرة ماستر اهي. اهو ده بتطل برضو على البسين اهي، وده المطبخ الحمام بتاعها الخاص بيها. التشطيب ما شاء الله الله اكبر ممتاز. طبعا الغرف مكيفه كلها. ده زي دريسنج روم بس مش مستغل، دريسنج روم مش مستغل. ده الحمامات تقريبا كلها ستايل واحد. طيب يبقى دي تاني غرفه. الغرفه الاولانيه كانت مكتب، ودي غرفه اقامه اهي. دي الغرفه الثالثه اللي في المكان، برضو مكيفة بإطلالة على التراس اللي فيه البسين، وآدي تواليت الخاص بالغرفة. طيب يبقى كده الدور الأولاني ريسبشن، 3 غرف منهم غرفة مكتب كلهم ماستر، مخزن، مطبخ أمريكي، غرفة سفرة، حوالي 4-5 قطع صالونات في الريسبشن. دي 1 2 3 4 5 تمام. ده المكان ده مخزن يعني مخزن، مكان للتخزين. ادي المدخل اللي احنا دخلنا منه. هنطلع الدور العلوي ان شاء الله. الله اكبر. الرخام ايطالي بمبلغ لوحده. ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. طيب نطلع. ده الدور الاول بعد الارضي. ده ريسبشن. هو بص فيه شويه رطوبه هنا من التواليت، سهله تتعالج يعني. الحمامات كلها نفس الستايل اهو، شاور وحمام. ده مطبخ برضو امريكي بيخدم الدور العلوي. وادي هو الريسبشن اهو. طيب الباب ده ايه؟ تراس. طب ممكن تفتحه؟ طيب دي غرف صح؟ 1 2 3 4 كلهم 3 ماستر، واحدة
عادي. طيب ده الريسبشن اللي فوق ما شاء الله، الله اكبر على الهواء. هو بيبص على، بيطل على البسين، والمكان مساحة البسين ما شاء الله، الله اكبر، جميلة. في كذا درجة للأطفال وللكبار، وخاص تبع الفيلا ومعزول بسور. ده ايه يا عمر؟ دي استراحة. دي استراحة للضيوف. تمام. طيب هنطلع من هنا، ادي الريسبشن اهو. دي اول غرفة في الدور العلوي. ده دريسنج اهو، مكيفة برضو، وده برضو التايل بتاعها نفس الستايل. ودي اطلالة على البسين. ده تراس بيبص على المدخل بتاع الفيلا. دي الغرفة التانية ماستر اهي، فيها دريسنج وتويلت برضو مكيفة، وفي اطلالة على البسين. المكان شيك قوي ومعمول بعناية جدا. يبقى ادي تاني غرفة، وادي اول غرفة دخلناها، وادي المطبخ، وادي التواليت بتاع الجست والضيوف، وادي الريسبشن بالتراس. طيب هنخش هنا، دي تالت غرفة اهي، بإطلالة على البسين. كله مفروش وكله مكيف. الغرفة دي الغرفة الوحيدة اللي في الدور ده اللي مش ماستر. طيب يبقى دي الغرفة الرابعة. ده سويت ان شاء الله، الله اكبر عليه. ده اهو، ادي سويت، وادي الانتريه الخاص بيه. تمام. وده تويلت نفس الستايل. لا ده مختلف، ده فيه بانيو جاكوزي، في حوض. لا ده مختلف، الحمام بتاع سويت مختلف. تمام. ده الانتريه بتاعه، وده غرفة النوم. الستايل ممتاز، الفيلا في منتهى الجمال، المساحة جميلة. يبقى ده رابع أوضة. ده السويت، ودي الغرفة اللي مش ماستر، وده الريسبشن، وادي غرفتين ماستر، وادي تراس وتراس تاني ومطبخ امريكي، والحمام بتاع الضيوف. ده ايه؟ وده كمان تراس. ده بيبص على مدخل الفيلا. طيب يبقى كده الدور الاول بعد الارضي، كده هنطلع الدور الثاني بعد الارضي. ما شاء الله مساحة المباني كبيرة جدا، ربنا يبارك، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طيب هنا ادي الغرفة الاولانية، ودي معمولة انتريه، وده تراس كبير. دي ترابيزة بلياردو، وادي غرفة، وغالبا دي الغرفة الثانية، ودي الغرفة الثالثة. كده دي غرفة، ده حمام، ودي غرفة
وادي التانية ودي التالتة، صح؟ تمام. دي غرفة نوم اهي، ماستر. الغرف كلها مكيفة ما شاء الله، الله أكبر. الألوان هادية جميلة، هي ستيل، يعني الناس العظماء الراقية. وادي ترابيزة البيرد، وده الانتريه الاولاني اللي دخلناه ما شاء الله الله اكبر. وده تراس الدور الثاني بعد الارضي اهو. ده مدخل الفيلا، وادي التراس اهو. ودي بقيت مساحة الأرض. ده البسين أهو ما شاء الله الله أكبر. التراس كبير جدا. ده البسين من فوق أهو. ودي بقيت مساحة الأرض. إحنا مش محتاجين ننزل نصور الأرض من تحت، أنا هصورها من فوق. دي الاستراحة بتاعت الضيوف برضه. ده باقي التراس. المكان هنا في ناس خلايجة وناس ما شاء الله متواجدة كتير. ده المدخل اهو كده على طول طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بيبعد حوالي 6 كيلو. دي غرفة بقعدة يعني استراحة صغيرة كده. طيب ادي حدود الارض اهي من فوق. حدودنا الشجر ده تمام، نجيبها من اخر تراس. حدودنا السور، الارض كلها محاطه بسور. دي غرفه للكلاب محاطه بسور، في حوالي 20 نخله بلح زغلول تمام. واللي هناك ده بيت العامل. الارض شرحه نفسها، هم 2 فدان على الورق، فدانين وربع على الطبيعه، يعني فيها خافيه حوالي ربع فدان. ده روف تاني، ده فيه غرفه. ما شاء الله مساحه المباني قويه جدا ما شاء الله الله اكبر. وده التراس طبعا مع ترابيزه البلياردو. ده كده الطلعه دي روف كبير عليه غرفه واحده. يبقى الفيلا الدور الارضي ريسبشن كبير فيه 5 قطع، 3 غرف، ال3 ماستر، مطبخ امريكاني بيخدم على غرفه السفره، وحمام للضيوف. الدور الاول بعد الارضي 4 غرف، 3 ماستر منهم سويت وغرفه مش ماستر تمام، والاثنين التانيين ماستر. يبقى 4 غرف سويت وغرفه مش ماستر واثنين ماستر، بريسبشن ومطبخ يخدم على المكان امريكي برضو، وتواليت للضيوف. الدور الثاني بعد الارضي عباره عن 3 غرف، ريسبشن انتريه مع تراس كبير جدا، غرفه دي بلياردو العاب اهي، ودي غرفه فاضيه معمول فيها تنس طاوله. ادي 1 ادي 2 ادي كده 3، يبقى ده 3 غرف وحمام. وكده انا صورت لكم الارض من فوق. الارض مساحتها 2 فدان على الورق، فيها خافيه ربع فدان، يبقى المساحه الاجماليه 2 فدان وربع تمام. الواجهه 36 متر، العمق 233 متر.
الكهرباء محول مشترك، الميه بيروي الارض، محطه تحليه للسكن. شكرا، وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد، وربنا يعمل فيه الخير ان شاء الله. هنقول البيانات والسعر داخل صندوق الوصف. السعر مش سر حربي ولا حاجه، انما السعر لو اتقال في الفيديو ما بنقدرش نغيره، انما في صندوق الوصف بقدر اعدل فيه اما بالزياده او بالنقصان، ودي طبعا حاجه ترجع للمالك من حكم في ماله ما ظلم. شكرا. معاكم اشرف فهمي، مزارع واراضي للبيع في مصر. موبايل 010 61 61 10 55. فضلا وليس امرا، اللي مش مشترك في القناه اشترك فيها عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير بيقوينا، بيخدمنا، بيدينا دفع ان احنا نجيب لكم احسن الاماكن. شكرا، سلام عليكم. ما زلنا في المكان بتاع مدخل سنبل، وده فيديو ملحق باستراحه على البسين. ادي الفيلا اهي، وادي البسين اهو، ده طبعا مخزن. وادي اول حاجه بنخش ريسبشن، ده شبابي يعني، ده للجماعه العزاب الشباب كده. ادي البسين اهو، تمام. دي غرفه نوم اهي، ماستر الحمام بتاعها اهو. ادي غرفة نوم، وادي الغرفة التانية اهي مكيفة، غرفة ماستر برضو اهي. وادي الريسبشن بتاع الاستراحة، دي للشباب وللعزاب. شكرا، السلام عليكم.